اوكي، بسم الله الرحمن الرحيم. ارجع لكم مرة ثانية. طبعا معكم اخوكم فور. اليوم راح نكمل شرحنا حق البروفايلات. طبعا البروفايل اخر شيء احنا وصلنا له اللي هو المستوى الاخير اللي تكلمنا عليه امس، او بالشرح اللي قبل هذا. طبعا هو امس انا كنت مصور، فوصلنا لنهاية الشكل هذا. فقلت لكم ان شاء الله بكرة راح او المرة الجاية راح اشرح لكم شلون نسوي الكودات او نطور البروفايل إلى مستوى أحسن. اليوم طبعا أي بروفايل يحتاج صور أو استيكرات. ففي بعض الناس يفضلون يكون الاستيكرات تكون الشخصية مالته أو الأفاتار ماله، طبعا اللي يكون موجود في الأنفيو. أوكي، اليوم راح أعلمكم شلون راح نحط استيكرات خاصة فينا. يعني شلون أقدر أصور شخصيتي، وشلون اقدر ارفع الاستيكر الخاص فيني، وشلون انزله على بروفايلي. بعض الناس تسوي الاستيكر او الشخصية على الخلفية اللي هي احنا قاعدين نشوفها في الخلف، وفي بعض الناس لا يسوونها استيكر، لان الاستيكر تقدر تتحكم فيه. يعني نفس ما راح اوريكم بعد شوي ان شاء الله راح توضح الصورة. اوكي، في انا اول شيء مبطل حاليا برنامج مال التصوير اللي هو كيوك بيهوتو. طبعا هذا موجود، انا حاطه طبعا على تصاميمي، موجود اللي هو كيوك بيهوتو. هذا يعطيني ميزة جدا حلوة ورائعة للتصوير ونقاوة للتصوير كذلك. ندخل على شخصيتي. خلينا نقول اول شيء طبعا ننسى سالفة البروفايل، ندخل على الشخصية مالتي. خلينا ندخل على الشخصية. خلينا نقول هذا الحين الشخصية اللي انا ابي اصورها. اوكي، طبعا خلينا نشيل علامة البراب. تدرون ان كلها على طول انا برب. خلينا نشيلها. اوكي. طبعا لما يكون البرتقر مال التصوير عندك موجود وتكون فعلته انت عندك تفعيليا، كليك لما تسوي كليك على الشخصية راح، ليش ما تطلع بعد هذه؟ راح تطلع لنا القائمة طبعا السوداء اللي هي مالت الحركات او اللي هي اكتيفيت اكشن. ف الاقرع ما له خلق يتصور الظاهر. اوكي. الكيوك بوهاتو نشوفه هني، هذا هو امرها طبعا اللي هي هايرسن بي جي. اخر شيء هي تصور من غير الاشكال اللي وراي. يعني الحين لما ادوس على هذه، اوكي، صورت مجرد بس فور وهو واقف بالطريقة هذه. اوكي، الشجر اللي خلفي او الشجر اللي وراي او الفراش او الاوراق اللي قاعد تساقط هذه ما راح تطلع معي بالصورة. الامر الثاني اللي هو هاير سبين، هذا الامر راح يصور لي، خلينا اوريكم اياه الحين. راح يصور لي كل شيء خلف الشخصية. الحين احنا خذينا صورتين، خلينا اوريكم اياهم. لا هذه مالكم شغل فيها، هذه على 3 دي ماكس. خلينا ندخل على الفي اس. اوكي، نفتح الصور اللي احنا صورناها، ندخل على الديسكتوب. اوكي، نلاحظ هني في صورة بالشجر، تشوفونها. ونلاحظ الصورة الثانية وينها، على شكل ابيض، اللي هي افتح لكم الصورتين عشان تكون واضحة لكم الصورة. هذه صورة وهذه. لا فتحنا احنا اللي قبل شوي، خلينا نفتح الخضراء هذه. تعال يلا اقرا. اوكي، شفتوا هذا الامر مال الصورة اللي انا قلت لكم عليها اللي هو هايرسن ناب، على ايه هايرس ناب. والصورة الثانية اللي هي من غير اي شيء طبعا اللي احنا صورناها، اللي هو الامر الاول اللي هو اخرته بيجي. اوكي. نطلع ننزل فور. اوكي، عندي الشخصية هذه الحين صورتها. طبعا الاستيكر يحتاج ان تكون الصورة من غير اي خلفية ومن غير اي شيء. ناخذ علامة تحديد اللي هي الكلاتر هذه، نحدد الصورة بالشكل هذا. اوكي، ناخذ الصورة كوبي، نفتح مجال ثاني طبعا نيو،
هني طبعا حدد المقاسات، مقاس الصورة اللي انت محتاجها كم، الله اعلم عاد عن من ناحيتكم انتم، لكن انا بدخل على مقاس 256، باخذ المقاس 512. اوكي. طبعا في بعض الناس تجيهم الطبقة ما هي شفافة، في بعضهم تجيهم يعني خلينا نقول ابيض او تكون اسود. هو من بداية الاختيار النيو عندنا الترانسبرنت هني هي تعطينا الطبقة الشفافة او الطبقة اللي فيها الوان او الطبقة اللي هي البيضاء. اوكي. اوكي، نرجع حق الطبقة اللي انا فتحتها قبل شوي. نرجعها شفافة. اوكي، احنا خذينا الصورة نحطها بيست، هذه الصورة اللي انا خذيتها. تحديد الصورة بالكامل ندوس على احتاج اني ادوس كنترول تي. شوفوا تعلمت على حدود الصورة. الحين نصغرها بالمقاس اللي انا ابيها على المقاس اللي انا حددته هني. اوكي، نعدلها. حلو الكلام، مية مية الحين. اوكي، طبعا على الحجم اللي انا قلت لكم او المقاسات اللي انت تحتاجها بكيفك، لكن انا احتاج المقاس هذا عشان اشتغل فيه على راحتي، يعطيني مساحة اكثر. وبعدين عاد في مقاسات ثانية للستيكر، يعني لما ترفع في مقاس راح تختاره وراح نشوفه هذا للامام ان شاء الله. اوكي، يعني شرحنا هذا راح يندمج، نتعلم شلون نسوي ستيكر، وراح نتعلم شلون نرفعه على البروفايل. اوكي، سويت الصورة انا الحين هني، هذه بالشكل هذا جاهزة عندي. سوي لها سيف اس، بختارها انا طبعا على بختار البنج بي ان جي اللي هو حجم الصورة، وبختارها على الديسكتوب على اسم الصورة اللي قبل شوي اتخزن عليها لانها مفتوحة. اوكي، او تخزنها باي اسم انت تبي، بس انا ما ابي الصور تكثر هناك عندي على الديسكتوب، وبعدين اقعد احوس وياكم. اوكي، سويناها وحطيناها. اوكي. نرجع عاد على بروفايلنا. الحين ابي ارفع الصورة اللي انا صورتها واسويها ستيكر. طبعا الكل يعرف شلون يدخل على الشوب. هني الشوب، هني بروسس نسوي له. في حد يبي شاي ترى منشول ومسوي لي مطارة شاي ليمون، ويسمع الشاي قاعد يصبها كاهو. الحلو ان الكاميرا ما تفتر عشان اصور لكم. انزين، دخلنا احنا على الشوب، هذا فتح ويانا قدامنا. في هني كلمة ستيكر نشوفها، ندوس عليها كليك. على الستيكر وديني، خليه يودينا على الاستيكرات بس. على الله ما يفصل النت، لان بصراحة اليوم ما ادري هو من الرطوبة ولا ما ادري وش السالفة، النتات قاعد تفصل وترد، تفصل وترد. تروح ترد تروح ترد، بس ما ادري ايش سالفتها. خلينا نكتب اي شيء هنا، خلينا نطلع على فور ماشي، ما دام انه طول ما فتح. اوكي. فتح لنا، وين فتح لنا هذا؟ على شنو؟ هني تشوفونها كعلامة استيكرات واجد كثرها. ندخل على الاستيكرات. اوكي، خلونا نختار اي استيكر، مو شرط بالاستيكرات طبعا فور، لكن انا دخلت عليها لان اول شيء طول. خليني باخذ انا فور ستيكرز مثلا. مثلا حلوة كلمة مثلا. اوكي. ما لنا شغل في الاستيكر مال فور، احنا علينا من كلمة ميك ستيكرز، يعني على اي ستيكر انا دخلته راح تكون في موجودة الكلمة هذه موجودة عندي بالاسفل اللي هي كلمة ميك ستيكر. نضغط عليها. صح. النك اللي انا داش عليه هو غير مصمم، يعني مو مؤهل انه يكون كرياتور،
فهذه اللي هي البلوسيجي او الشروط الجريديتر على اساس انك تعطيها موافقة. فاحنا طبعا هذه حلوة انها جت ويانا على اساس ان تتعلمون هذه الشروط، فنعطيها كليك هني صح، ونعطيها كليك ذا سينك ان ذا اجريمنت، يعني ان انا موافق على شروطكم كلها، فحابب اني اصمم. في بعض الناس ممكن انها تطلع له، فزين انها طلعت هنا. في بعض الناس لا، تلقون الحين لما تدخل على بروفايل احد او تسوي له اديت على بروفايله، تلقاه يقول لك تحت فيزيت ماي كريتيتر، يعني زور تصاميمي. ف وما تلقى عنده تصاميم، فهو يكون موافق على الشروط هذه لكنه غير مصمم، على اساس انه تكون طلعت له العلامة هذه. اوكي الحين عندنا شنو؟ دخلنا هنا. اوكي كريتيتر نيوز تشينج بليز ريدر. اوكي 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 اوكي. نشوفها هني طلعت لنا اللي هي علامة اللي هو ميك ستيكرز كذلك. هذا هو طبعا مال المصممين، هني تقدر تشوف تصاميمك اللي انت صممتها، يعني نفس ما تقولوا معلومات تعطيك كثر حق المصمم، لكن ما علينا منها الحين. ندخل على كليك هير تو ليرن هاو، او كليك هير تو سمبت ذا ستيكر، يعني اذا تبي تتعلم الستيكر او اذا انت جاهز تبي ترفق الستيكر. اوكي فتح لنا الصفحة طبعا هذه اللي هي نرفق فيها، او هذه انا اسميها حلقة الوصل بيني وبين موقع الانفيو، يعني هي اللي تخليني ارفع عليها الستيكر، بعدين الانفيو يرفعها لي عن طريق الشوب. هني نحط مثلا، انا داش على عندك نحس نحس ستيكرز، نحطها اختصارات نحس ستيك. هني طبعا احط المعلومات اللي انا ابيها. خلينا نحط سبيشال one stick for me. حلو، بدايتها قاعدة نكتب sticker for me على اساس انه يعرفون ان الستيكر هذا خاص. نعطيه جنرال طبعا عام. هني سعر الستيكر اللي احنا بنحطه، انا بحطه طبعا هو لي يعني 200. حلو. وهني طبعا هذا البرايس مال الشوب اللي هو ياخذه مني، عرفتم؟ هذا ريتين مارك اللي يرجع لهم. هني خلونا نرجع حق هذه كتالوج ايكون اوجا، يعني الصوره اللي انا بيها تظهر حق الستيكرز. طبعا اذا كنت مسوي لك انت صوره حق ستيكر مالك ما في باس انك ترفقها، اما اذا انت ما كنت مسوي صوره للستيكر مالك تحط اي صوره تكون معروضه للشوينج. بيكتشر. اوكي انا بحط هذه. اوكي هذه الصوره راح تنطلع. هني الستيكر اوميجا فايل اللي هو الستيكر اللي احنا سويناه، انا مخزنه على الشوب على الديسكتوب. هذا هو اللي قراه سحبناه من قرايته على قولتهم. هني المقاسات اللي احنا تكلمنا عليها، اللي انا قلت لكم عليها، نقدر نسوي مقاسات خاصة بالستيكر. نحط 200 مثلا، ولا خلني بحط انا نفس المقاس هذاك 265. هني احط 512. اوكي هني طبعا الكاركترز يعني الكلمات الدالة او الباحثة عن الستيكر، انا ما راح احتاجها، لكن اذا احد صمم ستيكر بعدين ويبي الناس تدوره فيقدر يحط هني يعني ستيكرز فور اي كلمة اللي هو يبي، يعني نعطيها سيبمنت نعطيها. اوكي الله بس ما يفصل مالنا هذا الانترنت. عاد قبل شوي قبل لا اشرح لكم هذا كنت والله قاعد اسوي حركات حق بوسس اللي هي بوزيشن الافاتار، ووقفتها قلتها خلني اعلمهم شلون طريقة الاستيكر مرة واحدة. خلني اعلمهم مو مشكلة، يستاهلون.
العرب يستاهلون. المشكله ان الشروحات هذه تلقاها كثر عند الاجانب، لكن احنا العرب ما تلقى احد شارح لك. ليش؟ لان اغلبنا، يعني شوفوا، اغلبنا مو كلنا، اغلبنا يطلع نذل، ما يبي غيره يتعلم علشان يصمم له وياخذ كريدت وياخذ، يلا على باله بيصير ملياردير هني، على باله تجاره يعني، لكن ما عليه. اوكي، رفقنا احنا الاستيكر هذا، اعطاني طبعا الصوره اللي انا اخترتها العارضه هني، الاستيكر وهني سعره. ذا بروتكشن ين بلوش، يعني لازم تفعل الاستيكر هني على اساس انه يكون على الشوبينج. نعطيها كليك هير تو ببلش. اوكي اوكي، تفعل معانا الاستيكر حاليا على الشوبينج مالنا، يعني شوب بس مال نحس اللي هو النك اللي انا داخل عليه. على ما ياخذ تصويت طبعا من، تشوفون الكلام، على ما ياخذ تصويت من الاداره ويفعلون لي. اوكي، خلصنا من سالفه الاستيكر. الحين نرجع حق بروفايلنا. انا وين حاط بروفايلي؟ اوكي، مو هني. نرجع لبروفايلنا هني. قلت لكم لو نكون باي مكان ندوس على النك راح يودينا دايركت على البروفايل الخاص فينا. اوكي دخلنا عليه. خلينا نسكر سكايبي. اوكي، هذا هو البروفايل احنا دخلنا عليه مرة ثانية. اعدادات، اروح عاد على اعدادات الستيكرز. وينها هي؟ هذا هو الستيكر. نفتح طبعا edit. نقول له show the panel. اوكي، طبعا راح نلقى استيكرات واجد. ناخذ الاستيكر اللي انا صممته هذا هو، نسحبه على جنب. اوكي، هذا هو طلعت، تشوفونه هني فور. ابي اسكر هذه لان ضايقني ايش كثر الاصبر. هذا هو صورنا فور، طبعا حطيناه وين ما تبي تحطه تحطه عاد كيفك انت. هذا الاستيكر يكون خاص فيك. نعطيه بريفير. هذه ميزة الاستيكر، لما اقول لكم انه تقدر تحركه في اي مكان. اما الصورة لما تسويها على خلفية اللي هي خلفية البروفايل ما راح تقدر تحركها، لانها ما راح تكون يعني ما راح تكون مؤهلة. هذا شوف نيو بروجيكتور اللي هو انا صممت الاستيكر، نزل هني على الشوبينج عندي. طبعا انا اقدر اشوفه، لكن لما يقدر احد يبي يبحثه ما راح يبين معه. اوكي، نرجع. حالات الدرس يكون خفيف وسريع. طبعا الاستيكر احنا خلصناه، وعرفنا شلون نرفقه على، عرفنا شلون نصمم الاستيكر، وعرفنا شلون نرفعه على الشوب، وعرفنا شلون نحطه في بروفايلنا. اكتفي بالشرح البسيط هذا والصغير والخفيف عشان تعلمونه بسرعه. لكن في نقطه عندنا احنا في الانفيو، في كريدت هنا تشوفونه 265 اللي عليها علامه صفراء. هذا الكريدت اللي هو غير مجانا. وعندنا اللي هو البرومي كريدت اللي هو مجانا، اللي فيه 1000. اذا هني ما عندي كريدت اللي هو غير مجانا، فما اقدر ارفق اي تصميم عن طريق الشوب. لان البريمير هذا اللي هو مجانا مالهم، طبعا نفس ما قلت لكم الشركات اللي تعطي شيء مجانا تكون محتكرتك شوي في المواضيع هذه. اوكي، اكتفي معاكم بالشرح البسيط الصغير عن طريقة الاستيكر، وان شاء الله اشوفكم بشرح ثاني مع تطوير البروفايل اكثر. يعطيكم العافية.